السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. الجو حر جدا الايام دي، ومحتاجين حاجة تعوض نقص السوائل والحاجات اللي احنا بنفقدها، وكمان منعشة وتهون علينا الحر الشديد ده، وفي نفس الوقت مغذية ومفيدة جدا، وكمان سريعة جدا في تجهيزها. تعالوا معايا هقول لكم ايه هي وهنجهزها ازاي مع بعض. كركديه بالتمر والصودا يا جماعة، بصوا شكله عامل ازاي وطعمه كمان احلى. يلا بينا نبدأ نعمله مع بعض، مش هياخد مننا وقت خالص. بس من فضلكم لو اول مرة تشوفوني انزلوا تحت الفيديو واعملوا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعارات بكل فيديو جديد بنزله. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في تجهيز الوصفة بتاعتنا. مقاديره او مكوناته سهلة جدا وموجودة عندنا كمان. كركديه وتمر هندي وحاجة ساقعة سبرايت او 7 وتلج، بس كده. شفتوا سهل ازاي؟ وده شكل الكركديه. في ناس مش بتكون عارفة شكله، هو ده شكله. بنشتريه من عند اي عطار، مش غالي خالص، سعره كويس ومناسب للجميع. بنجيبه وبنغسله طبعا تحت الحنفية كويس وبننقعه. وده التمر هندي اللي انا قلتلكوا عليه. ده بننقعه طبعا مع الكركديه، وبيدي طعم الكركديه مميز قوي. لو مش حابه تضيفيه معاه مفيش مشكله خالص، ممكن تعملي الكركديه بس. طبعا انا جبت ميه، غسلت الكركديه الاول وبعدين غليت ميه وضفتها على الكركديه والتمر وفضلوا ربع ساعه. ممكن لو انت عايزاه دي، لو عايزاها في وقت سريع، لكن لو انت مش مستعجله ممكن تضيفي عليها ميه بارده وتسيبيه حوالي ساعه كده يتنقع وبعدين تصفيه. انا كنت مستعجله فسخنت ميه وبعدين عملته بعدها ب10 دقايق، وبعدين مش هنضيف عليه ميه كتير. احنا دلوقتي بنعمله مركز عشان لسه هنضيف عليه مكعبات التلج وهيكون خفيف لوحده. وبعد ما ننقعه نقلبه كويس كده ونصفيه، وبعد كده نضيف عليه السكر. كده شكله بعد ما صفيناه. هنضيف عليه السكر بقى حسب الرغبة، بيكون طعمه تحفة يا جماعة وكمان مفيد جدا. هنضيف بقى عليه السكر على حسب الرغبة، لو عايزينه سكر خفيف اعملوه سكر خفيف، لو عايزينه زي ما تحب. طبعا هو بيكون مركز يعني، واحنا ننقعه في مية بسيطة مش كتير. وهقولك ليه دلوقتي. ضفنا عليه السكر كده، نقلبه بقى تقليبه محترمة، ونجهز بقى مكعبات التلج او تلج مجروش، اي حاجة من الاتنين. ونجهز كمان الكاسات بتاعتنا اللي احنا هنصب فيها العصير. نصب كمية صغيرة من الكركديه كده والتمر في الكاس بتاعنا، طبعا عارفين انه مركز شوية. وهنضيف التلج بتاعنا المجروش او مكعبات التلج. عشان كده قلتلك انك تقللي مية النقع شوية وانت بتحضريه، عشان التلج لما هيسيح هيخف معانا الخليط وهيكون مناسب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هنضيف الحاجة الساقعة بتاعتنا، الصودا او ال7 او السبرايت، هنضيفها بالشكل ده. ضفنا كمية كده من السبرايت للكاس الاول، وهنضيف كمية كمان في الكاس التاني. طبعا الصودا اللي موجودة في السبرايت بتفصل مع التلج فيدينا لون فاتح من فوق واللون الاحمر من تحت، بيكون شكلها في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين كده. والطعم طبعا حكاية، ولو عندك ضيوف بيكون شكلها مميز جدا، وكمان طعمها بيكون منعش جدا، وطبعا مفيدة جدا. وهقول لكم على فايدتها دلوقتي. عايزة اقول لكم على فوائد الكركديه بسرعة كده. الكركديه له فوائد كتيرة قوي، له فوائد للمعدة وكمان للدم وكمان للجهاز المناعي وكذا حاجة كمان، بس دي اهمها. للمعدة بيعادل الحموضة بتاع المعدة، وبالنسبة للدم اللي بيساعد ليه دور اساسي ومهم قوي في علاج الانيميا في الدم وكمان في علاج ضغط الدم. عاوزة اقولك انك ممكن تعملي كمية عندك وتخزنها في التلاجة في ازازة او برطمان وتكون جاهزة معاكي، يا دوب تضيفي عليها مكعبات التلج او التلج المجروش وبعدين الصودا، وتكون جاهزة في اقل من دقيقة. حاجة كده ومفيدة جدا كمان.
لو عندك ضيوف وجايين لك فجأة هتعمليها في اقل من دقيقة. حاجة منعشة محتاجينها قوي وبشدة في اليومين دول في عز الحر ده. حاجة ساقعة تهون علينا الحر الشديد. مش بس كده، دي كمان فيها فوائد كتيرة قوي ومفيدة جدا ومغذية جدا. يلا بقى قومي اعمليه دلوقتي وهيعجبك قوي، وقوليلي رأيك في التعليقات. في نهاية الفيديو بشكركم جدا واتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو اول مرة تشوفوني من فضلكم انزلوا تحت الفيديو اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعارات بكل فيديو جديد بنزله. هسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.